السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وحشتونا قوي من الفيديو اللي فات. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل وصفة حلوة، طريقة البانيه بطريقة طرية بتخليها طرية ولونها حلو قوي في الاخر. بنجيب البانيه، ببشر عليه بصلاية مبشورة، ملح، بهارات، فلفل اسمر، وبعصر عليه ليمون. بعد كده بجيب بيضة، والطبق التاني ده فيه مكونين بس، دقيق على كاري. يفضل ان انا ما احطش بقسماط خالص عشان ممكن ينشف البانيه مني في الاخر، هو دقيق وكاري بس. الدقيق بيخليها طريه والكاري بيخلي لونها اصفر ذهبي كده جميله. يا ريت لو بتشوفيني لاول مره تعملي لي لايك واشتراك في القناه وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ببدا ان انا ابل بالبيض الاول، وبعد كده بروح منزلاه في الدقيق بالكاري، بس مش اكتر من كده. دي الخطوه اللي قبل التحمير على طول. بخلص بقى الكميه اللي معايا، كلها، وبعد كده بقى بحمر. يا ريت تشجعوني بقى بتعليقاتكم الحلوه وتعملوا شير للفيديو. ببل بالبيض الاول وبعد كده دقيق على كاري. في الاخر بتطلع معايا طريه قوي، لونها جميل، لونها ذهبي كده وجميل قوي، احسن من البقسماط بصراحه. ده الشكل بتاعها. بص بدات تصفر اهي، وطريه ازاي، طريه جدا ولونها جميل قوي، وما بتاخدش مني وقت في التسويه. وده الشكل النهائي بتاعها. شايفين لونها؟ شايفين جميله ازاي؟ يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.